خروجة معايا مختلفة شوية. هنروح مع بعض حلقة السمك في الغردقة، وتعتبر حلقة السمك في الغردقة مزار سياحي وتاريخي. وقبل ما ينشط المجال السياحي بمحافظة البحر الأحمر زمان، كانت الحرفتين الأساسيتين بالمحافظة هما الصيد والرعي، لكن مع الوقت بقت قليلة، بس لسه من أشهر الحرف وأهمها في البحر الأحمر. وتعتبر الحلقة مزار سياحي أساسي من جميع الجنسيات. مبدئيا كده وانت داخل السوق هتشوف مراكب الصيد اللي بيستخدمها الصيادين، لأنها بمحطة الانطلاق والعودة من رحلات الصيد وبيع السمك طازة في الحلقة كل يوم. تعالوا بقى ندخل نشوف السمك عامل ازاي. هنلاقي أنواع وأشكال وألوان سمك كتيرة، وهتسمع أسامي سمك غريبة. شايفين السمكة الحلوة اللي أنا ماسكاها التقيلة اللي لونها جميل قوي دي اسمها ناجل، ومن أحلى وأطعم الأسماك اللي ممكن تدوقها. في كمان سمكة شريفة، في كمان سمك اسمه شعور، وغيره كتير من الأسامي والألوان والأحجام. كل اللي عليك إنك تختار، ولو مش عايز تتعب نفسك في التسوية، في أماكن جوه الحلقة متخصصة في التسوية، سواء سنجاري أو مشوي أو حتى مقلي. ولحد ما يخلص لك التسوية السمك، تقدر تاخد لك جولة في المكان وتروح تتصور عند مراكب الصيد. بيبقى الفيو هناك رائع في الصور. وعلى الرغم ان المكان كبير وجميل، بس محتاج لتطوير وتجديد، لانه يعتبر من اهم المزارات السياحية داخل مدينة الغردقة. وبكده أكون خلصت جولتي بسوق السمك. انتظروني في جولات جديدة. أنا ياسمين الجلاد.